السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. غدا النهاردة مش هياخد معاكي أي وقت علشان الجو الحر اللي احنا فيه. هتدخلي المطبخ إن شاء الله هتعملي بكل سهولة. طبعا وصفة لذيذة جدا وسهلة. يلا بينا نشوف عملنا البانيه الحلو ده ازاي، والرز كمان. طريقته ان شاء الله سهله وجميله. طبعا عندي نص كيلو بانيه، كيلو بانيه، اي كميه عندك. طبعا هنغسله كويس جدا جدا البانيه بملح وليمون. بعد ما نغسله غسله حلوه كده طبعا هنصفيه، هنشطفه طبعا ونصفيه. وبعد كده بقى هجيب طبق كده وهحط فيه علبه زبادي. وقبل ما احط علبه زبادي هكون معايا بصلايه كبيره بشراها واخده بس التفل بتاعها. يعني البصلايه خدت التفل والميه، انا مش عايزه ميه البصل. طبعا خدت البصلايه المبشوره ديت طبعا معاها 3 فصوص توم. مع البصلايه يعني 3 فصوص توم. تمام. بس وبشرهم واخده بس التفل بتاع البصل. هحط بقى على البصل 2 عدد بيض. وطبعا هنحط بقى التوابل فلفل اسود، بصل بودره، توم بودره، حبهان بردك بودره، بهارات فراخ وزعتر. تمام. طبعا وهحط معاكم كيس بهارات بطاطس. طعمها حلو قوي، بيبقى فيها مزازه كده يعني بتعجبني في البانيه. فهحط كيس بهارات بطاطس. طبعا البانيه انا عاملاه معاكم على القناه هنا بطريقه غير دي خالص. يعني البانيه طرقه كتيره. فلو عايزه تشوفي الطريقه بردك اللي كنت عاملاها قبل دي في بدايه القناه يعني، شوفوها بردك، وصفه جميله جدا. فطرق البانيه كتيره، فانا هعمل معاكم طبعا كذا طريقه يعني. بس كده طبعا حطيت نص كوبايه دقيق. الدقيق جه معايا نص كوبايه دقيق. طبعا البصل والبيض والحاجات دي كلها ضربتها تاني في الكبه. نعمتها جدا معايا، يعني الخلطه دي نعمتها، رجعت تاني نعمتها معايا قبل ما احط البانيه. طبعا حطيت نص كوبايه دقيق وانا بضرب الخليط في الكبه. طبعا وهتظبطي الملح بتاع بتاع البانيه وهتركنيه على جنب. عايزه تعمليه قبلها بيوم طبعا بيستحسن، بيكون طعمه احلى. مستعجله قبلها بساعه او ساعتين. كان معايا هنا صدرين فراخ مقطعه مكعبات عشان بقى هعمل بها الرز البسمتي. حطيت عليهم رشه فلفل اسود ورشه حبهان ونص عصرة ليمون. تمام. وهركنها على جنب، دي هعمل بقى الرز البسمتي. معايا هنا بقى في الحله بصلايه كبيره مقطعاها مكعبات صغيره خالص. وطبعا معايا سمنه وزيت. معلقتين سمنه على معلقه زيت، او معلقتين سمنه على معلقتين زيت، اي ماده دهنيه انت بتحبيها حطيها. طبعا البصله هشوحها بس تشويحه بسيطه، واحط عليها قطع البانيه يعني اللي انا حاطه فيه فلفل اسود ونص عصره ليمون. طبعا خدت معايا ربع ساعه كده على جنب البانيه في البصل والليمون ورشه الحبهان. طبعا هضيف البانيه وهضيف عليه واحده قرفه خشب. وهحط عليه ورق لورا بس ما كانش عندي، وهحط عليه 3 حبات حبهان. هحط بقى البهارات فلفل اسود ومكعب مرقه. ماشي. اللي مش حابب ما يضيفش، بس هي بيطعموا تطعيمه حلوه. ورشه بسيطه قرفه بودر. ادي القرفه البودر رشه بسيطه. ماشي. ورشه بسيطه بردك كاري. انا ما بحطش كركم. انا ما بحطش على الرز البسمتي كركم، انا بحط بدل الكركم زعفران بودره. هاتيه من عند العطار رخيص قوي. بيلون معايا الرز البسمتي، بيديله لون حلو وما بيديش طعم. عشان ده بودره بس بيدي لون. لكن انا بحب في الرز البسمتي رشه بسيطه جدا كاري. بس كده. هتحطي بقى الرز. يعني دلوقتي بهارات الرز خفيفه مش تقيله. فطعم الرز والفراخ بيبقى طعمها حلو قوي 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 ومميز. طبعا هشوح الرز. طبعا انا غسلاه. طبعا الرز اللي انت لو جايبه نوع نضيف مش يعني مش هتنقعيه. يعني انت لو مش واثقه في نوع الرز انقعيه نص ساعه. لكن انت عارفه الرز هياخد سوا كويس معاكي، مش هيبقى طويل جدا. فلا انا بغسل الرز الصراحه وبحطه على طول. طبعا حطيت ملح وظبطت الدنيا معايا. بس كده. وحطيت طبعا ميه مغليه على الرز. هسيبه ياخد اول غلوتين، وبعد كده ههدي النار. النار تبقى واطيه جدا معايا. هنا طبعا الخلطه بتاعت البانيه عاملاها طبعا تقيله عشان تمسك مع البانيه، عشان الكفر يمسك معايا. يعني عايزه خلطه البانيه تبقى ماسكه في البانيه.
بس كده عشان تبقى الخلطة معايا البانيه يبقى ثابت معايا والقشرة بتاعته ما تطلعش. معايا هنا بقسماط وعلى فيجيتار، بقسماط وعلى فيجيتار، عايزة بقسماط بس ما فيش أي مشاكل. بس كده هاحط بانيه مطلّع من الخلطة. طبعًا كده إيه، الطريقة سهلة جدًا بتاعة البانيه، بس طعمها حلو أوي. هنا قشرة البانيه بتبقى ثابتة، ما بتطلعش معاكِ. الناس اللي بتشتكي من قشرة البانيه بتطلع. وطبعًا في الوصفة برضك اللي أنا كنت عاملاها في البانيه على القناة، برضك قشرتها ثابتة جدًا، بس طريقة التتبيلة غير دي خالص. حطيت هنا الزعفران، وهاحوش معاه بقى عود القرفة والحبهان، عشان ما تجيش في الحبهان ما يجيش تحت ضرس حد يعني. هاقلب بقى الزعفران، وجربوا بقى الرز بسمتي بقطع الفراخ، طعمها حلو أوي، جميلة أوي، 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 ومميز بصراحة يعني، هتعجبكم إن شاء الله. كده إحنا عملنا أكل مطاعم كده في البيت بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. طبعًا أنتِ عاملاها بإيديكِ، حاجة نضيفة وكمية كمان كويسة. بس كده طبعًا هاحمّر البانيه على نار عالية طبعًا، وأطلّعه بقى إيه، يتصفّى. هو كده، كده ما بيشربش أي زيت، يعني بصراحة ما بيشربش أي زيت. اللي وصل لحد هنا بقى لايك كده حلو من إيديكم الحلوة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان عيلتنا تكبر كده بيكم وتبقى أحلى عيلة يا رب. طبعًا أنا باحبكم بجد في الله. ربنا يا رب يحسن ما بين إيدِك يا ست الكل، وكل اللي بيتفرّج عليَّ، ربنا يدّي له رزق كده من حيث لا يعلم، رزق كده كبير. وكل اللي نِفْسه في حاجة ربنا يا رب يدّيكم كل اللي نِفْسكم فيه يا رب، اللهم آمين. وتحققوا كل حاجة يا رب. بس كده وصفة سهلة جدًا وبسيطة. طبعًا تعليق حلو كده منكم، وانزلوا كده صلّوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وادي البانيه، بسم الله ما شاء الله تحفة، كفر لازق فيه جدًا ما بيطلعش، طعمه طبعًا حلو جدًا مميز. يا ريت تجربوا الوصفات اللي أنا باعملها بجد. باعمل لكم وصفات والله ربنا اللي عالم إن وصفات ما فيهاش أي غلطة، بالعكس بتبقى طعمها حلو ومميز. يالّا ربنا يحسن ما بين إيدِك يا ست الكل، وإن شاء الله أشوفكم في وصفات تانية إن شاء الله جاية جديدة وجميلة. أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة، مع ألف سلامة.